أول ما شافت الشرطية عرفت إنها مش صاحبتها اللي بتنادي عليها، وقالت لها إنها غلطانة في الشخص. شيدان الشرطية اعتذرت بسرعة وقالت لها إنها آسفة على سوء التفاهم، لكنها في الحقيقة كانت بتعمل كده علشان تعرف اسم نيسان وتبدأ تتحرى عنها. بعدها رجعت شيدان على قسم الشرطة، وهناك مديرها عرفها على محقق جديد اسمه سردار، اتنقل مخصوص للقسم علشان يساعدهم في قضية أشرف اللي بقالهم 3 سنين مش قادرين يقبضوا على أي حد من التنظيم اللي تابع ليه. دخلوا كلهم قاعة الاجتماعات، وهناك بدأت شيدان تشرح تفاصيل المنظمة. قالت إن المنظمة مكونة من 6 أشخاص: الزعيم و5 مساعدين. الزعيم اسمه يعقوب، والمعروف بين رجاله بلقب الأب، وكل أعضاء المنظمة بينادوه بالاسم ده احتراما وخوفا منه. وبعدين بدأت توضح الأدوار. أول واحد اسمه جميل، وده دراع يعقوب اليمين وكاتم أسراره. التاني صادق، مسؤول عن نشاط الملاهي الليلية. التالت سانجور، مسؤول عن تهريب أموال المنظمة بره البلد. الرابع